السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء طلاب في الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله في الفيديو ده هنتناول الأكتيف أند باسيف، المبني للمعلوم والمبني للمجهول. هو حاجة بسيطة جدا وسهلة. يلا بينا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في الأول كده لازم نعرف يعني إيه باسيف، كأننا أول مرة نعرفه. لا، هو قبل كده أخدناه في إعدادي، بس عايزين نعرفه كده عشان لسه ما كانش فاهمه واللي كان شايفه صعب. قال الباسيف ده هو المبني للمجهول، هو الجملة اللي بنبدأ فيها بالمفعول. مش فاهمين؟ يعني أنا عندي جملة أساسية أصلا في الأول خالص اسمها جملة الأكتف. أي جملة بتجيلي اسمها جملة أكتف، يعني مبني للمعلوم. قال لي يعني جملة بنعرف فاعلها، الفاعل اللي قام بالشيء، ويكون التركيز على من فعل الشيء، مين اللي قام بالشيء ده، سواء بقى حاجة عاقل أو غير عاقل. يعني إيه؟ يعني بتجيلي جملة فيها فاعل وبعدين فعل وبعدين مفعول به، ده الطبيعي. طيب ده الجملة اللي بتجيلنا عادي. طب أنا بقى عايزة أحولها باسيف، أو بتجيلي جملة باسيف. يعني إيه باسيف؟ قال لي الباسيف بقى عكس المبني الأكتف. قال لي يعني مبني للمجهول. شايفين يا أولاد الفاعل ده والفعل والمفعول؟ قال لي لا، أنا هاخد المفعول ده وابدأ بيه في الأول، أخليه هو الفاعل. هبدأ بالمفعول أخليه هو الفعل. أصبحت إيه؟ أصبحت باسيف، مبني للمجهول. قال لي هي الجملة اللي ببدأ فيها بالمفعول. ليه؟ لأن أنا ربما أنا مش عارف الفاعل، أنا معرفش مين الفاعل، أو أنا مش عايزة أركز عليه، أو هو بالنسبة لي مش مهم أوي اللي أنا أركز عليه. أنا بدور أو بركز على الفاعل، على الأكتف نفسه اللي حصل. أوكي؟ فأنا ببدأ هنا مفعول بيصبح فاعل، بعدها بيجيلي verb to be. الحته المهمه بقى، انا عملت المفعول اهو، جبته وخليته فاعل. طيب قال لي بعد كده هعمل ايه؟ هجيب فيرب تو بي. فيرب تو بي بقى بشكله ام او از او ار او ووز او وير او بي او بينج او بين. هنعرف ده بختاره بناء على ايه، وهيبقى الموضوع سهل. وبعدها بجيب التصريف الثالث للفعل. اوكي، عرفنا دلوقتي الفرق ما بين الباسيف والاكتف. تعالوا بقى ندخل في المهم. قال لي طب في تغيرات من المبني للمعلوم للمبني للمجهول حسب الزمن. قبل ما تدخل لنا في الحته دي يا مس ساره استوري علينا شويه. انا دلوقتي في الاكتف اهو، الجمله جايه لي الجمله العاديه، فاعل وفاعل ومفعول. اول ما اعرف ان انا عايز نحولها للباسيف ابص على مين؟ ابص على الفاعل. الفاعل بتاعي، احنا خدنا الازمنه كلها، ابص على الفعل بتاعي. الفعل بتاعي ده ماضي بسيط ولا مضارع بسيط ولا مضارع مستمر ولا ماضي مستمر ولا مضارع تام ولا ماضي تام؟ ليه هيفرق معانا؟ ده بيفرق قوي. تعالوا بقى نشوف بيفرق ليه. قال لي هنا انا عندي تحويلات بحولها للباسيف اللي بنبدأ بيه في المفعول اللي هو المبني للمجهول. قال لي بحول ايه؟ مش وش كده، مش احنا لسه قايلين من شويه ان انا في جمله الباسيف ببدا بالمفعول وبعدها بحط فيرب تو بي بالاشكال بتاعته دي وبعدين التصريف التالت للفعل؟ طب مش احنا قلنا من شويه ان انا لازم يبقى عيني على الفعل اللي موجود اصلا في جمله الاكتف عشان اعرف انا هحول ايه؟ طب تعالوا بقى نشوف. لو انا عندي الفعل اللي في جمله الاكتف ده مضارع بسيط، اما اجي احوله في الباسيف هعمل ايه؟ هحط المفعول وبعدين الام او از او ار حسب ايه؟ حسب المفعول. المفعول ده لو مفرد هياخد از، لو هو جمع هياخد ار، وبعدين التصريف الثالث للفعل. التصريف الثالث للفعل اللي عندي، الفعل اللي اصلا عندي في الجمله. طيب عندي هنا ايه؟ ماضي بسيط. الماضي البسيط من ام واز وار ايه؟ ووز او وير، زائد التصريف الثالث للفعل. طيب لو هو مضارع مستمر، تكوين المضارع المستمر كان ايه؟ ام او از او ار زائد الفعل في اي ان جي. طب انا هنا في الباسيف هعمله ازاي؟ قال لي هحط ام او از او ار، بس هحط بعدهم مين؟ being فيها اي ان جي اهي، وبعدين برضو التصريف التالت للفعل. يعني انا كده لازم احط التصريف التالت للفعل ولازم تكونوا حافظينه. طب انا عندي في الماضي المستمر هيبقى هو was aware زائد being زائد التصريف التالت للفعل. ليه؟ لان انا بحافظ على زمن الفعل، فزمن الفعل هنا كان لازم يبقى فيه was aware زائد الفعل في اي ان جي، فانا حطيته اهو. بس حطيت مع مين؟ مع being حبيبتي، اللي هي ايه؟ اللي هي تبع الفيرب تو بي برضو زائد التصريف التالت للفعل. طب لو هو مضارع تام، المضارع التام تكوينه ايه؟ هاف او هاز التصريف التالت للفعل. طب لما احوله باسيف احط هاف او هاز برضو وزائد بين اهي
زائد التصريف التالت للفعل. ليه؟ لان انا عندي اساسا بين دي التصريف التالت للفعل مين؟ بي، لفيرب تو بي يكون. فانا هو حافظت على شكل الزمن بس حطيت برضو التصريف التالت للفعل. هنا ماضي تام هحط هاد، الماضي من الماضي التام عباره عن ايه؟ هاد زائد التصريف التالت للفعل. طيب انا هحافظ على شكل الزمن لما احوله في ايه؟ في المبني للمجهول هيبقى برضو هاد بين وبعدين التصريف التالت للفعل. طب المستقبل التام will have been زائد التصريف التالت للفعل. بحافظ على شكل الزمن اللي احنا حافظينه وبعدين بحط ايه؟ التصريف التالت للفعل. عندي هنا will be زائد التصريف التالت للفعل. قال لي will دي بس؟ لا، قال لي ده كل الموديل فيربس بتبقى كده، تبقى بعدها بي زائد التصريف التالت للفعل. طب امال لما اجي هنفيه يا ولاد هنفيه ازاي؟ ما احنا عارفين ان انا لازم احط النوت دي جنب اي فعل مساعد. انا عندي هنا الافعال المساعده اوريدي موجوده اهي، اللي هي ام او از او ار احط جنبها نوت، وير او واز نوت، هي ام او از او ار نوت برضه. يبقى انا بحط فين؟ نوت دي جنبهم اهو. اما اجي انفيه نوت، ويل نوت، هاد نوت، ويل نوت. اوكي. طيب تعالوا بقى اما نشوف في صيغه السؤال. في صيغه السؤال قال لي هبدا بالفعل المساعد. انا عندي السؤال اوريدي، عشان اعمل اي سؤال لازم السؤال يبقى لا اما بادئ بفعل مساعد لا اما باداه استفهام. طب انا بقى في المبني للمجهول تعالوا بقى نشوف هيبقى عامل ازاي باداه الاستفهام او الفعل المساعد. قال لي ايه؟ قال لي برضو هجيبها في كل زمن من الازمنه اللي احنا اخدناها الوقت. احنا عارفين ان انا لو عندي اداه استفهام بتبقى موجوده. طب لو شلتها هبدا بالفعل المساعد، يعني التكوين هو. يبقى انا عندي طريقتين للسؤال. عموما بسأل بأداة استفهام أو بفعل مساعد. طب أنا هنا في المبني للمجهول قال لي أنا لو حطيت أداة الاستفهام هتبقى أداة الاستفهام وبعدها إز أو آر وبعدين المفعول وبعدين التصريف التالت للفعل. خلاص. طب أنا لو شلت أداة الاستفهام هبدأ بإيه؟ بإز أو آر زائد المفعول زائد التصريف التالت للفعل. ده لو مضارع بسيط. طب لو ماضي بسيط هيبقى هي نفس الفكرة، أداة استفهام وز أو آر والمفعول يجي في النص وبعدين التصريف التالت للفعل. يعني المفعول هيجي ما بين الصيغه بتاعتنا، ما بين وز او وير والتصريف التالت للفعل، وهكذا. مضارع مستمر اداه استفهام از او ار زائد مفعول زائد بينج، نفس الصيغه بتتحفظ. يعني الصيغه اللي انا وريتها لكم من شويه دي الاساسيه اللي بنحفظها وعلى اساسها بنبدا ايه؟ نشتغل. التصريف التالت للفعل. طب هنا الماضي المستمر اداه استفهام وز او وير زائد مفعول زائد بينج زائد التصريف التالت للفعل. مضارع تام اداه استفهام هاز او هاف زائد مفعول زائد بين زائد التصريف التالت للفعل. طب الماضي التام أداة استفهام أهاد زائد مفعول زائد بين زائد التصريف التالت للفعل. المستقبل التام أداة استفهام will have زائد مفعول زائد بين زائد التصريف التالت للفعل. نفس الصيغة بس بنحط أي أداة استفهام وبعدين will be في المستقبل مع will أو أي موديل فيربس. طيب زائد مفعول زائد التصريف التالت للفعل. طب قال لي هو كده بس؟ لا، في كمان بقى. نبدأ بقى انتوا كبار فناخد التكات الكبيرة بقى. قال لي هنا الافعال اللي بيجي بعدها المصدر في المبني للمعلوم. قال لي بيجي بعدها ايه؟ طب لما اجي احولها في افعال بيجي بعدها مصدر، ويل بيجي بعدها مصدر، وود بيجي بعدها مصدر، اللي هي الايه؟ الموديل فيربس دي، افعال الناقصه بيجي بعدها الفعل في المصدر. طب انا هعمل ايه فيها لما احولها لمبني للمجهول؟ قال لي هحط بعدها بي المصدر اهو وبعدين التصريف التالت للفعل. هيبقى الصيغه ايه؟ بي زائد التصريف التالت، ويل بي زائد التصريف التالت للفعل. وود وماي ومايت وكان وكود وماست وought تو معناها يحتاج الى should have to has to had to will have to am to is to hope to expect except وبعدين to وبعدين let وبعدين المفعول وبعدين الفعل في المصدر. احنا عارفين let بيجي بعدها الفعل في المصدر فهتبقى let ونقول المفعول بعدين الفعل في المصدر. الصيغه بتاعتها هتبقى مختلفه شويه. طب هنا want to needn't be supposed to بعدها to برضو الفعل في المصدر، وهكذا كلهم بقى. about to going to appear to seem to need to use to was to were to are to. احنا عارفين اصلا اوريدي ان حرف الجر to ده الحرف الجر الوحيد اللي بيجي بعدين الفعل في المصدر، ما عدا حالات شاذه ديت ايه احنا مش بنتكلم عنها الوقت. خلصنا الجزئيه اللي فاتت خلصناها. تعالوا بقى نبدا نشوف ايه الخبايا بتاعت المبني للمجهول والمبني للمعلوم كده. قال لي المبني للمجهول بيبدا ساعات بيجي يبدا بات وبعدها بيجي فاعل تاني. يعني انا عندي ات وبيجي بعدها كمان فاعل تاني. طب انا اعمل ايه؟ قال لي في الشكل ده او في الحاله دي بحولها لطريقتين، قدامي طريقتين احلها بيها. قال لي لا اما اقول طريقه الفاعل التاني او طريقه ات. تعالوا كده نشوف طريقه. قال لي طريقه ات دي قال لي هنا بيقول ايه؟ people think. لما اجي احولها هقول it is thought that اجيب ايه؟ التصريف التالت من think بقت thought.
it is انه بدل عندي people ديت ايه عندي هنا مش محدد مين، فانا هحولها الطريقه الاولى احولها بايه لإت. it is thought that انه يعتقد ذلك. people believe it is believed that it is said that يقال it is reported that يقرر it is feared that متخوف من يعني it is predicted that متنبأ به it is known that معروف it is expected متوقع that it is considered that ويعتبر أو بناخد في الاعتبار ده. طيب عندي كمان people allege يبقى it is alleged that يتم زعم ده. people agree it is agreed that. people hope it is hoped that إنه مأمول فيه يعني الناس بتأمل في حاجة. طب طريقة الفاعل التاني بقى هنعمل ايه؟ قال لي أنا هنا بيجيلي الجملة بيبقى people think that برضو بدأ people نفس الجملة بس عملناها بطريقتين، طريقة it واتناقشنا فيها. طريقة هنا بقى people think that money brings happiness. الناس بتعتقد ان المال بيجلب السعادة. اما اجي احولها للباسيف المبني المجهول قال لي انا عندي الطريقة اللي احنا عملناها دلوقتي اللي هي it is thought انه معتقد that money brings happiness. احنا جايبين مثال اهو عشان ايه اوضح لكم فيه الطريقتين. ادي الطريقة الاولى اللي احنا لسه مخلصينها. الطريقة التانية بقى هعمل ايه؟ انا عندي هنا money ده ايه الاوبجكت يبقى money is thought to. خدت الفعل التاني، انا عندي الفعل الاول اهو people think that ادى البيبول ده الفعل الاول، جبت الفعل التاني اهو ادى الماني وخدته هنا على انه ايه كانه مفعول، خدته هنا حطيته الفاعل يبقى money is thought to بيعتقد انه brings happiness. يبقى هنا ايه خدت الماني حطيته كفاعل وبعدين جبت الفعل اهو ادى فعل في زمن المضارع، حطيت هنا عندي ايه is لان ماني مفرد بيعامل معاملة المفرد ياخد is مفرد، وبعدين التصريف الثالث للفعل think thought to bring happiness. اكتب بقية الجملة بقى bring happiness بس انا عندي هنا to ما ينفعش اكتب بعدها الاس عشان كده جبت الفعل في المصدر اهو bring happiness. قال لي عملنا ايه؟ نبدأ نشرح بقى الطريقة التانية اللي هي النمبر 2 دي. قال لي بدأنا بالفاعل التاني لان انا عندي فاعل اول وفاعل تاني بيبو الفاعل الاول الفاعل التاني ماني وبحول think المبني للمجهول وبضع ايه لازم احط to زائد الفعل في المصدر عشان كده عملنا to زائد bring الفعل في المصدر اهو. طيب يبقى انا عندي هنا to الفعل في المصدر بتيجي مع ايه مع الطريقة التانية اللي ببدأ بيها بالفعل التاني وبحول لو هي هنا think بحولها لمبني للمجهول يعني بحط التصريف التالت بتاعها وبعدين بحط تو زائد الفعل في المصدر. طيب ده لو كان الفعل التاني ايه مضارع. تعالوا بقى نشوف. طيب بحط ايه to have زائد التصريف التالت للفعل اذا كان الفعل التاني ماضي. لو الفعل عندي هنا كان ايه كان مضارع الفعل التاني عندي هنا مضارع فحطيت ايه to زائد الفعل في المصدر. طب قال لي لو هو كان ماضي بدل brings brought هيبقى to have زائد التصريف الثالث للفعل to have زائد التصريف الثالث للفعل لو كان ايه لو كان ماضي. تمام هناخد بقى ملاحظة على المبني للمجهول. انتوا شطار وقدها يلا بسم الله. قال لي انا عندي هنا اول ملاحظة قال لي ان الافعال اللازمة يعني ايه الفعل اللازم قال لي ملوش مفعول ما بحولشهاش للمجهول. my friend arrived late to my party last week مقدرش احولها اهي زي ما هي يبقى صديقي وصل متأخر to my party لحفلتي last week الاسبوع الماضي. يبقى الفعل اللي ملوش مفعول ما بقدرش احوله. طب عندي بعض الافعال المتعدية لا تحول للمجهول وهي ايه have وfit وsuit دي ما بقدرش احولها لمبني للمجهول. طب الافعال المتبوعة بفعل في ing بستخدم لها ايه being زائد التصريف التالت للفعل I like people telling me the truth. انا بحب الناس تقول لي الحقيقة يبقى I like being told the truth. احب ان يتقال لي الحقيقة telling دي حولناها جبنا being وبعدين told the truth. خدوا بالكم اخدنا هنا برضو التصريف التالت للفعل اهو. طيب عندي هنا اذا كان الفاعل او المفعول واحد مع الفاعل let
بنستخدم ضمير منعكس ثم بي زائد التصريف التالت للفعل. نفهم اكتر من مثال. he lets others laugh at him. ده الفاعل let اهي، وعندي هنا الفاعل مفعول واحد، يعني انا عندي هنا الفاعل ومفعول شخص واحد، فعملنا ايه؟ استخدمنا ضمير منعكس. he lets himself be laughed at. هو سابهم يتم الضحك عليه، يعني he lets himself خلى نفسه مضحوكة، يعني he lets himself be laughed at. يبقى استخدمنا ضمير منعكس. الضمائر المنعكسة اللي هي himself yourself itself herself وهكذا. وناخد بالنا ان self دي بتتحول ل VES مع الجمع. لما نيجي نقول yourself مفرد yourselves جمع، زي selves ourselves بتتحول VES جمع. طيب عندي هنا الجملة المبنية للمجهول وفيها مالها؟ فيها ضمير وصل. ضمير وصل اللي هو مين؟ هو أو which. قال لي بيمكن يتحذف خالص، يعني بدل ما أقول هو أو which verb زائد to be هتترك التصريف التالت فقط. يعني ايه؟ هنعمل ايه؟ the film شلنا which وverb to be اهو، وبعدين shown yesterday was interesting. ودي بنلاقيها كتير، يعني لما احنا بنقرأ كده ساعات بنلاقي التصريف التالت جه على طول. the film shown بنحس ان هي مبني للمجهول بس مش واضحة. ليه؟ لان بيبقى متشال هنا ايه؟ الضمير الوصل مع verb to be. the film shown على طول، الفيلم تم عرضه بالامس was interesting كان ممتع. خدنا بالنا منها. طب تعالى نشوف اللي بعده. قال لي هنا في افعال زي hear يسمع، help يساعد، see يرى، make يصنع. قال لي بتاخد المصدر في المبني للمعلوم، ودي بتيجي بعدها ايه؟ المصدر، ويسبق المصدر بتو في المجهول. لما اجي احولها للمجهول بحط تو. طيب عندي هنا they saw him leave the building، شافوه وهو بيغادر المبنى. he was seen هو تم رؤيته، he was seen to leave the building تم رؤيته يغادر المبنى. طب هنا إذا جاء اهي جاء بعدها to، يبقى أنا عندي hear وhelp وsee وmake، يسمع ويساعد ويرى ويصنع. يسمع ويساعد ويرى ويصنع، بيجي بعدها ايه؟ to لما بتيجي تحول المجهول. طب إذا جاء بعد hear أو see أو watch الفعل مضاف إليه ing، بيبقى الفعل مضاف ليه ing، هيفضل زي ما هو. طيب عندي كمان يمكن استخدام الفعل get بدلا من verb to be عند تحويل المبني للمجهول، خاصة مع التصريف الثالث للأفعال الآتية catch وarrest ودamage ودestroy وkill وmarry وburn وbeat. كل دي قال لي ممكن يجي مكانها ايه؟ get بدل verb to be. تعال نشوف المثال عليها. the police caught أو arrested the bank robbers، قبض أو مسك الايه؟ المجرمين بتوع اللي سرقوا البنك. طب أنا حاجة محولها لمبني المجهول هقول the bank البنك نفسه أو حرامية البنك the bank robbers مالهم؟ بدل ما قلت verb to be قلت got caught or arrested. طيب قال لي استخدمت يعني got هنا بدل verb to be، بس دي الخلاصة. بعض الأفعال بقى بتاخد مفعولين عاقل وغير عاقل، دي جميلة قوي قبل كده أخدناها في تالتة إعدادي، بس يعني ايه نفتكرها تاني. بتاخد مفعولين عاقل وغير عاقل. قال لي يمكن البدء بأي واحد فيهم، ولكن إذا بدأنا بغير العاقل بحط قبليه ايه؟ نضع قبل العاقل to أو for. تعال نشوف المثال عشان نفتكره. he sent me an email. هتبقى أنا عندي هنا ايه؟ me ده عاقل وان email ده غير عاقل. I was sent أنا تم me دي حولتها بقت I was sent an email، أنا تم إرسال ايه ليا ايه؟ ايميل. أو أقول an email بدأت بان email was sent تم إرساله to me، حطيت قبل العاقل ايه؟ لا إما to لا إما for. طيب تعالوا بقى نشوف. قال لي to هنا مع الأفعال التالية. أنا إمتى استخدم to إمتى استخدم for؟ قال لي to هنا مع الأفعال التالية اللي هي ايه؟ bring give hand pass pay show sell owe offer lend. طيب عندي كمان ايه؟ عندي tell write. امال فور؟ قال لي فور تيجي مع book build buy call cut fetch save make leave keep get find، بيجي معاهم فور. اقول لكم على حاجه، خلصنا الباسف. شفت الموضوع سهل ازاي؟ خلصنا الاكتف والباسف. ان شاء الله انتظرونا في بقيه الجرامر. دمتم في امان الله.